شابة جزائرية وهي تطلب أن تنشر هذه القصة. تقول أكو شاب تعرفت عليه من بلادنا من مدينتنا، وأملي وأمنيتي أن يكون هذا فارس أحلامي وهو زوجي وشريك حياتي، ومقررة أنا إذا تزوجت أن أخليه أسعد إنسان في الحياة. وفعلا صارت القسمة واجتمعت وياه. قل سنة سنتين ثلاثة أربعة زواجنا بيه مشكلة، أطفال ماكو. بديت أراجع أطباء عندنا في الجزائر، طلع المشكلة عندي وليس عند زوجي. أم زوجي عمتها عرفت أن التقصير فيها، فقامت تسمعني كلمات وقامت تصر على ابنها أنه يكون يتزوج وشنو ذنبه وليش ينحرم من الذرية. وأبقى أنا يقول إلى أن وصلت إلى قناعة أن أعرض على زوجي أن يتزوج. قلت له تزوج، قال له هاي فكرة رفعيها من مخك أبدا، خلص أنت عندي وأنت مرتاح وياك. بقت تقول عندنا محاولة واحدة، المحاولة أن أهلي أنا الوحيدة عندهم، لا عندهم ولد ولا عندهم أم وأب، وأنا بنتهم الوحيدة، فمعتزين بي ويردون يحافظون على الحياة الزوجية. فقرروا أن يبحثوني إلى فرنسا، جمعوا اللي عندهم اللي يتمكنون من عنده أخذوني إلى فرنسا للعلاج. مرت على حياتنا الزوجية هواية. تقول لكن رجعت خائبة تماما بعد كل مجال وأمل أن تكون عندي ذرية ماكو. الأطباء قالوا 100% ما تصير، ما بأي مجال. فرجعت بحالة من اليأس والانكسار. كان عندي أمل وين؟ بأطباء فرنسا. يلا أبوي يلا خلي يسمعون اللي يحترضون، هاي من أبناء العامة اللي كتبت هاي القصة بالانترنت، ادخل اكتب قصة المرأة الجزائرية بس. سمعوا اخواني هاي القصة شنو سوت. رجعت زوجي صبر علي، ام زوجي تأذيني. تقول يوم من الايام انا طالعة اشتري بعض الحوائج من السوق، صار وقت الظهيرة. وقت الظهيرة تقول اشتريت حوائج وجاية، تقول واقفة بموقف باصات المصلحة. الباصات تقول اجا الباص صعدت، يقول مؤخر الباص كان اكثر طلاب مدارس اطفال، فلقيت مقعدين فارغات. تقول قعدت واحد من المقاعد لقيت عليه كتاب، اتصورت ان الكتاب لواحد من ذول الطلاب. فصحت للطلاب قلت لهم هذا الكتاب لكم؟ قالوا لا. واحد من اصدقائكم نزل شافوا الكتاب؟ لا. يعني كأنه اللي صاعدين من مرحلة متقاربين وهاي يعرفون بعض. تقول انا هم قعدت فتحت الكتاب، كتاب قصيدة عن الزهراء عليها السلام. كتاب اخواني تدرون من اللي كاتبه؟ كاتبه الشيخ محسن الفاضلي، من المشايخ اللي عندنا يكتبون الشعر في اهل البيت في مدينة قم. شو وصل هذا الكتاب الى الجزائر؟ ما يندرى. شلون وصل الى هذا الباص مال المصلحة؟ ما يندرى. يلا ابوي اللي يشككون اللي يتناقشون تردون في موضوع الزهراء عليها السلام. تقول فتحت الكتاب بديت اقرأ بالقصيدة وبدت دموع تصب. ليش؟ تقول حسيت اكو معاناة انا قاعد اعانيها. اولا ان الزهراء رحلت عن هذه الدنيا في ريعان شبابها. شيء
الشيء الثاني أن عندها جنين مقتول، فقدت جنين، وأنا بحسرة الطفل بعد أنه هي الوحيدة لأبيها وأنا الوحيدة لأمي وأبوي. بعد تقول وأنا أقرأ حسيت أن الزهراء وايد مضطهدة في حياتها، أكو مظلومية جرت عليها، وأنا أسمع كلمات أذى من عمتي وبالبيت متأذاية واي متأذاية. تقول الأطفال اللي بالباص توجهوا إلي، قمت أجهش بالبكاء، ما امتلكت نفسي، بس توقف الباص نزلت تقول أسرعت إلى البيت، خليت أغراض البيت وتمددت على السرير والكتاب مفتوح خليته على صدري وأنا أبكي. اخواني تقول انا نمت والكتاب على صدري، ما ادري حسيت انه انا قاعدة على صخرة جبل قاعدة عليها، واحس بنفسي ما اقدر اقوم من شدة الالام. تقول اجتني امرأة قالت لي انطيني ايدك لأخلصنك اليوم من كل شدة. تقول اعطيتها ايدي، قلت لها انا ما اقدر اقوم، قالت لي انطيني ايدك انا اخلصك اليوم من كل شدة. تقول انطيتها ايدي وقمت، قلت لها منو انتي؟ قالت انا ام ابيها. تقول انا ما اعرف منو ام ابيها، ما ادري. استيقظت حسيت بالبيت اكو عطر مو طبيعي. هالاثناء انطرق الباب، طلعت لقيت زوجي ينظر بوجهي، يقول لي وجهك مو طبيعي، البيت بعطر، راشة عطر. قلت له لا. سولفت له القضية، قلت له تعرف ام ابيها؟ قال لا. طلعت الجيرانتنا، قلت له تعرفين امرأة؟ ام ابيها؟ قلت لي بلي، فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء عليها السلام. تقول ردت ابحث عن مصدر عن فاطمة، رحت للمكتبة ما لقيت كتب. تقول دخلت على الانترنت ابحث، لقيت مصائب يجينا الحديث عنها ان شاء الله. المهم خلال مدة 4 شهور هي تبحث، دخلت التشيع لأنه وصلت إلى نتيجة. تقول قضية فدك لو ما يوقف عندي بس موضوع فدك يكفي. ليش؟ تقول واحدة من اثنين، لو الزهراء تطالب بما ليس لها، لو أن الخليفة أكل أموال بنت رسول الله، واحدة من اثنين. فإذا بنت الرسول تاكل حرام، إذن إحنا علينا خوف مرفوع القلم بعد. إذا بنت الرسول هالشكل خوف من نتيجة عامة الناس شلون؟ وإما أن يكون الخليفة أكل أموال بنت رسول الله. فتقول الطامة جدا كبيرة، دخلت التشيع. أخواني إلى 4 شهور كملت، دخلت التشيع، شعرت آلام ببطنها. قالت زوجها اخذني للطبيب، أخذها للطبيب، قال له زوجتك حامل وهي في الشهر الرابع. يا الله. بعد أخواني جابت ولد سمته علي. تقول لي أنا حبيب الزهراء علي.